سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في المؤتمر الثاني والأربعين لمنظمة الطيران المدني. وزارة الثروة البحرية تجتمع مع الشركاء لمناقشة الصيد غير المشروع وآثاره الجانبية. إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي للمرة السابعة على مستوى البلاد. روسيا تحذر من عواقب استهداف أمريكا لسفن في الكاريبي. زعماء أستراليا وبابوا غينيا الجديدة يوقعون تحالفا دفاعيا. بدأ الفرز بأول انتخابات بعد التحرير والشرع يدعو السوريين للمشاركة بالبناء. السلام عليكم ورحمة الله. شاركت إريتريا في المؤتمر الثاني والأربعين للمنظمة الدولية للطيران المدني الذي انعقد من 23 من سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر الجاري في مونتريال الكندية. مثل إريتريا في المؤتمر الذي ينعقد كل 3 سنوات وفدا برئاسة المدير العام لقسم الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات السيد باولوس كحساي، وألقى كلمة بشأن ضمان أمن وسلامة الطيران المدني. وقال إن ضمان أمن وسلامة الطيران المدني مترابطان، موضحا بأن سيادة ووحدة أراضي الدول تنتهك بذريعة قانون وتشريعات ومعاهدات منظمة الطيران المدني، داعيا المنظمة إلى النهي عن القضايا التي تمس كرامتها ومصداقيتها. وأوضح أن الاقتراح الخاص بالحد من تغير المناخ بشكل عام وخفض انبعاثات الطائرات من 2% حاليا إلى الصفر بحلول عام 2050 على وجه الخصوص من غير المرجح تنفيذه، لأنه يفيد الدول الصناعية أكثر ويحرم الدول النامية من حصة سوق النقل الجوي التي تستحقها. ودعا إلى التركيز على تلوث نسبة 98% الذي يؤزم العالم. وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، قال إن إريتريا تنفذ برامج تدريبية فعالة في مجال التعليم والتدريب في مجال الطيران. وأجرى الوفد الإريتري اتصالات على هامش المؤتمر مع ممثلين ومسؤولين من روسيا والصين والسودان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسنغافورة بهدف نقل المعرفة التقنية والمهنية وتعزيز المنافع والشراكات المتبادلة. عقدت وزارة الثروة البحرية لقاء مع شركائها يوم 3 من أكتوبر الجاري في مصوع لمناقشة الصيد غير المشروع وآثاره الجانبية. وأوضح مدير مدينة مصوع السيد هيلا أسفها في كلمته في اللقاء الذي حضره ممثلي المؤسسة الوطنية للأسماك ووزارة السياحة والمرافق الخدمية بالإضافة إلى متاجر الأسماك ومؤسسات معنية بالشأن، أوضح أهمية المبادرات التي تقام لتوفير الأسماك إلى المستهلك تحت رعاية وزارة الثروة البحرية والتكاتف لإنجاز البرامج المرجوة في التأمين الغذائي على المستوى الوطني. وقدمت دعوة في ورقة العمل التي قدمها قسم الخدمات القانونية والرقابة في وزارة الثروة البحرية إلى مشاركة جميع الجهات المعنية لإدارة وتوفير الموارد البحرية واستفادة المواطنين منها وضمان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية من تلك الثروات، ومنع الصيد غير المشروع الذي يضر بالبيئة ويؤثر على استفادة المجتمع من هذه الموارد بالشكل الصحيح. ووضح أنه من الضروري اتباع الأفراد والمؤسسات التي تنشط في صيد الأسماك القوانين والإعلانات الوطنية المتعلقة بالصيد وتسويقه، مشيرا إلى تعرض المخالفين أو العاملين في هذا المجال دون التقيد بالتعليمات واللوائح تعرضهم للمساءلة والمخالفات القانونية. قدم المشاركون في الختام اقتراحات تنادي بدراسة أسباب ممارسة الصيد العشوائي وغير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتشاور المتواصل بين الشركاء في هذا الصدد، وتوفير الحفاظات والتبريد للصيادين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى توصيات أخرى في هذا الشأن.
تم اليوم 6 أكتوبر إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي للمرة السابعة على مستوى البلاد في العاصمة أسمرة تحت شعار دعوة ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو بكل تضامن. وأوضح رئيس فرع جمعية ذوي الإعاقة الذهنية بالإقليم الأوسط السيد ياسين أحمد في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أوضح أن الشلل الدماغي ينتج عن إصابة الدماغ الذي تعرض المريض لإعاقات عصبية تعثر الحركة وتغير هيكلية الجسم، وإن أكثر من 17 مليون شخص يعاني من هذه المشكلة الصحية، وإن الجمعية سجلت أكثر من 1600 عضو يعاني من هذه الأعراض. ودعا المجتمع لخلق بيئة تضم وترعى ذوي الإعاقة الذهنية، مشيرا إلى أن جهود ضمان حقوق ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو أثمرت نتائج مبشرة حتى الآن. وذكر ممثل فرع العمل والرعاية الاجتماعية السيد تدرس فسحية بدوره جميع المؤسسات الحكومية وتلك الخاصة للتضافر لضمان مشاركة ذوي الإعاقات الذهنية في جميع زوايا حياتهم بدون أي تمييز. ونظمت بالمناسبة مسيرة تنويرية استعرضت المناسبة من مقر إدارة الإقليم الأوسط وصولا إلى سينما روما. يتم إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي للمرة 14 على مستوى العالم وللمرة 7 على المستوى المحلي. أحيا إقليم شمال البحر الأحمر اليوم العالمي للمعلم في مدينة مصوع، حيث تم الإشارة إلى أن كفاءة المعلم وأخلاقية المهنة تلعب دورا هاما في ترقية نتائج الطلاب. وقال مسؤول جمعية المعلمين الأستاذ حسن صالح في المناسبة التي نظمت يوم 5 أكتوبر ارتفاع عدد المعلمين إلى جانب الاستثمار الجاري لنشر خدمات تعليمية متوازنة، مؤكدا على أن الجمعية تعمل للارتقاء بقدرات وكفاءة المعلمين بالتعاون مع الشركاء. وذكر مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان أن الجهود متواصلة لرفع قدرات المعلم، مشددا على أن تقوية التعليم الأكاديمي يعتمد على الرغبة والأخلاقيات المهنية للمعلم وتنسيق كافة الجهات المعنية. وأوصى مدير مدينة مصوع السيد هيلي أسفاه المعلمين لبذل الجهود لإحداث التغيير النوعي في التعليم، مؤكدا على التعاون مع جمعية المعلمين لإنجاح أنشطتها. قدم في المناسبة سمينار حول تقوية القدرات المهنية للمعلم وتقديم شهادات تقديرية للمعلمين الذين خدموا لفترة طويلة في تطوير جمعية المعلمين. اختتمت في ساوة المنافسات الرياضية التي نظمتها جمعية المعلمين فرع ساوة بمناسبة 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلم. شملت المنافسات كرة القدم والطائرة والبلياردو والشطرنج وتنس الطاولة ومسابقة المعلومات العامة والقصص القصيرة والشعر. وقال سكرتير فرع الجمعية الأستاذ ولد رفائيل عند ميكائيل في التقرير الذي قدمه إن البرنامج له دور إلى جانب الترفيه في استكشاف قدرات المعلمين والتعارف. وقدم توضيحا عن التحسينات التي جرت في مسودة دستور الجمعية في مؤتمرها الثامن. وأوضح مدير مدرسة ورساي كالو الأستاذ رسوم قبرهيوت وجود نحو 900 معلم في المدرسة، داعيا المعلمين للإسهام في برامج الجمعية لتطوير المهنية والتعاون. في الختام قدمت الجوائز للفائزين فرديا وجماعيا. نتوقف سادتي مع فاصل قصير وأعود بالأخبار الخارجية. انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرب أمريكي على سفينة قيل إنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكث إن الجيش لديه التفويض لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي لاستهداف سفن يعتقد أنها تحمل مواد مخدرة غير مشروعة. وقال لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل إن موسكو تندد بشدة بهذه الضربة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عبر الوزيران عن قلقهما البالغ من تصعيد واشنطن لأفعالها في البحر الكاريبي، وهو ما قد تكون له عواقب واسعة النطاق على المنطقة. وقتل 4 في الهجوم الذي وقع في 3 أكتوبر على السفينة التي اتهمتها واشنطن بنقل كميات كبيرة من المخدرات بينما كانت متجهة إلى أمريكا.
وقعت استراليا اتفاقية دفاع جديدة مع بابوا غينيا الجديدة، وهي الأولى لها منذ أكثر من 70 عاما، في إطار سعي كامبيرا لمنع الصين من توسيع وجودها الأمني في المحيط الهادي. بموجب معاهدة بوك بوك الدفاعية، وهي أول اتفاقية توقعها بابوا غينيا الجديدة، تلتزم استراليا وجارتها الشمالية بمساعدة بعضهما البعض في حال تعرضهما لهجوم. تسمح المعاهدة لما يصل إلى 10,000 جندي من بابوا غينيا الجديدة بالخدمة في قوات الدفاع الأسترالية بموجب اتفاقيات ثنائية. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في كامبيرا بأن البلدين اتفقا على عدم القيام بأي أنشطة والدخول في أي اتفاقيات من شأنها المساس بتنفيذ هذه المعاهدة. دعا الرئيس السوري أحمد الشرع السوريين إلى المساهمة ببناء بلدهم من جديد، وذلك في تصريح له بعد تفقده سير العملية الانتخابية في أول اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب في سوريا منذ الثورة. وقال الشرع خلال تفقده إحدى الدوائر الانتخابية في العاصمة دمشق إن سوريا تمكنت خلال أشهر قليلة من إنتاج عمل جبار وأن تدخل في عملية انتخابية جديدة. وأشار الرئيس السوري أن السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى خلال بضعة أشهر إلى الانتخابات والتشاركية، لافتا إلى أهمية إجراء الانتخابات في وقت وجيز حتى يكون هناك تمثيل للشعب ومراقبة ومحاسبة للسلطة. ويتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا، منهم نحو 14% من النساء، عرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات خلال أسبوع. أدى سقوط أمطار غزيرة في الهند ونيبال إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت في مصرع 60 شخصا على الأقل. وأسفرت انزلاقات أرضية نتجت من أمطار غزيرة انهمرت في منطقة دارجيلينغ بشمال شرقي الهند عن مصرع 20 شخصا على الأقل وفق ما نقل نائب. وفي نيبال قضى 42 شخصا بسبب انزلاقات أرضية وفيضانات أحدثتها أمطار غزيرة وفق ما أفادت السلطات. وقال شانتي مهات متحدثا باسم الوكالة الوطنية المكلفة بالحالات الطارئة لوكالة الصحافة الفرنسية قضى 42 شخصا حتى الآن في كوارث مختلفة نجمت عن الأمطار، إضافة إلى 5 آخرين لا يزالون مفقودين. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في المؤتمر 42 لمنظمات الطيران المدني. وزارة الثروة البحرية تجتمع مع الشركاء لمناقشة الصيد غير المشروع وآثاره الجانبية. إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي للمرة 7 على مستوى البلاد. روسيا تحذر من عواقب استهداف أمريكا لسفن في الكاريبي. زعماء استراليا وبابوا غينيا الجديدة يوقعون اتفاق تحالفا دفاعيا. بدء الفرز بأول انتخابات بعد التحرير والشرعية السوريين للمشاركة بالانتخابات. قدمته لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.